تملك طيارات أكتر من كل الطيارات في جيوش أوروبا مجتمعة. لا، مش أمريكا، في الحقيقة هي دولة مسلمة. الدولة دي مش بس بتصنع لنفسها الطيارات، في حوالي 35 دولة حوالين العالم بيستخدموا الطيارات بتاعتها. الدولة دي تبقى تركيا. امتى تركيا اتحولت لقوة صناعية تقدر تنافس دول زي فرنسا وأسبانيا وإنجلترا؟ طائرات تركية الصنع واللي أثبتت كفاءتها في السنوات الأخيرة، واللي ظهرت بشكل كبير في كل مناطق الصراع وخصوصا في أوكرانيا. والغريب إن الطائرات اللي بتضرب أوكرانيا محركاتها مصنوعة في أوكرانيا نفسها. يا ترى إيه السر؟ أهلا بيكم. هنتكلم النهاردة عن إزاي تركيا كونت أكبر أسطول من الطيارات بدون طيار في العالم، وليه في طلب كبير على الطيارات دي. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. البداية: في آخر 23 سنة اتحولت تركيا لعملاق اقتصادي. النهاردة نقدر نقارن الاقتصاد التركي بالاقتصادات الكبرى زي الفرنسي والإنجليزي والأسباني. حاليا تركيا في المركز السادس عالميا في تصدير السلاح. الإنجاز الضخم ده في تصنيع الأسلحة والصناعات التقيلة كان نتيجة وصول شخص لرئاسة الوزراء في سنة 2003، وهو الرئيس رجب طيب أردوغان. وكانت تحت قيادته رؤية اقتصادية، الرؤية اللي حولت تركيا لدولة عندها صناعات تقيلة مهمة وصناعة عسكرية كافية إنها تدخل ليها مليارات الدولارات. وعلى رأس الصناعة دي هي صناعة وتطوير الطائرات بدون طيار، اللي هي عبارة عن مزيج من الابتكار التكنولوجي والاستثمار الاقتصادي. تعالوا نتكلم عن إزاي تركيا بنت أكبر جيش في العالم من الدرونز. الجيش التركي هو تاني أكبر قوة دائمة في حلف الناتو بعد أمريكا، وفي المرتبة 11 على مستوى العالم. والسبب الوحيد إنها في المركز ال11 مش المركز السادس أو السابع، وهو إنها مش بتمتلك أسلحة نووية. بس تركيا فيها أسلحة نووية في القواعد الأمريكية اللي على أرضها. تركيا عدد سكانها 90 مليون، حوالي 96% من عدد سكانها مسلمين. دولة تركيا حاليا مهووسة بتصنيع الأسلحة، مش بس للاستعمال المحلي. تركيا بتصدر أسلحة وذخيرة متقدمة جدا، زي الدبابة الرئيسية لتركيا التاي، وناقلة الجنود تيركس، والمدرعة البرمائية بارس، والدبابة الخفيفة كابلان. وكمان تركيا بتنتج الفرقاطة التركية بربروس، وكمان طائرة هليكوبتر هجومية الTAI اللي بتطير في كل الأحوال الجوية. وكمان بتصنع نظام الصواريخ حصار، وكمان المدفع المجنزر T-155. وكمان تركيا بتصنع مقاتلات زي الTAI هورجت. الطيارة دي أسرع من الصوت، وهي عبارة عن طيارة تدريب متقدمة، وكمان مقاتلة خفيفة الوزن. وطبعا القائمة طويلة جدا من الأسلحة المصنعة في تركيا. بس موضوع الحلقة عن الدرونز أو الطائرات بدون طيار. معلومة كده على السريع: الجيش التركي بيمتلك طائرات بدون طيار أكتر من أوروبا بالكامل. تركيا بتمتلك أكتر من 200 طيارة بدون طيار من طراز TB2 وTB3، وعدد كبير من الطائرات بدون طيار محلية الصنع زي الTAI أنكا والTAI أنكا 3. علشان نتخيل حجم القوة دي، تعال نشوف دولة زي إنجلترا بتمتلك إيه. أسطول الدرونز الإنجليزي مكون من 10 طائرات بدون طيار من طراز MQ-9 ريبرز الأمريكية، اللي تعتبر قديمة نسبياً لو هنقارنها مع TB1 أو TB2 اللي سعرهم بيوصل من 5 ل 8 مليون دولار. والغريب إن الطائرات دي بتمتلك تقنيات حديثة جداً ومتطورة. قبل ما ندخل في تفاصيل الدرونز التركية، لازم نعرف معلومة مهمة جداً: الأب الروحي. لازم نعرف إن في راجل واحد ورا كل النجاح اللي وصلت له تركيا في مجال تصنيع الدرونز. الماجستير بتاعه اللي كان بيناقش فيه خوارزمية هبوط طائرة هليكوبتر بدون طيار في منطقة غير ممهدة. مش بس كده، والهبوط بشكل عمودي على جدار. ويعتبر هو الأب الروحي لصناعة الدرونز العسكرية التركية، وهو سولجوك بيركدار. في سنة 2005 كان عنده 26 سنة، وخريج هندسة كهرباء من أفضل جامعات تركيا. وبعد سنتين حصل على درجة الماجستير من جامعة بنسلفانيا في أمريكا. وبعد سنة ساب دراسة الدكتوراه في معهد MIT لأن كان عنده حلم. لحسن حظه أسرته كانت بتمتلك شركة اسمها بيركدار ماكينة. أبوه كان أنشأها في سنة 1984 لإنتاج قطع من السيارات. نرجع تاني لسولجوك. بعد ما ساب دراسة الدكتوراه ورجع، حول شركة والده إنها تتخصص في إنشاء الطائرات بدون طيار. الراجل ده هو الأب الروحي للطائرات بدون طيار الأكثر تقدماً في تركيا. لو هنتكلم من الناحية الاقتصادية، فالطائرات بدون طيار بتساهم بحصة الأسد من عائدات التصدير العسكري التركي. وفقاً للأرقام الرسمية لسنة 2022، فتركيا حققت 4 مليار و400 مليون دولار من صادرات الطائرات بدون طيار. الرقم ده ضخم جداً. وفقاً لمجلس الأطلس، تركيا حالياً بتمتلك حوالي 2000 شركة ومصنع في مجال تصنيع السلاح. في شهر أغسطس اللي فات، تركيا عملت صفقة بقيمة 4 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية لتصنيع طائرات الTB1 والTB2 في المملكة العربية السعودية.
وصفقات تانية كتير مع دول حول العالم بقيمة عشرات المليارات. تعال بقى نتكلم عن أفضل الطائرات بدون طيار التركية وأكترها تصديراً. أسطول الدرونز التركي. الطيارة اللي حطت تركيا في خريطة التصدير هي بيركدار TB2، وهي مركبة جوية قتالية بدون طيار متوسطة الارتفاع، وبيتم التحكم فيها عن بعد من غرفة العمليات من طاقم مخصص في محطة تحكم أرضية. في نوفمبر سنة 2021 طيارة بيركدار TB2 وصلت ساعات الطيران بيها عالمياً ل 400 ألف ساعة طيران، وده خلاها إنها تبقى أهم طيارة في الجيش التركي. في شهر 8 سنة 2014 ده كان تاريخ أول رحلة بالطيارة دي، وبعدها بسنة في 18 ديسمبر 2015 انتشر فيديو لاختبار إطلاق النار بالقنابل الموجهة بالليزر من طائرة TB2. النسخة الأقدم من بيركدار وهي بيركدار TB1 كانت بتعتمد على مكونات مستوردة من استراليا وكندا والنمسا وألمانيا، كل دولة جاي منها قطعة، بس مع الإصدار الثاني TB2 كل المكونات صناعة محلية تركية. تعال نتكلم عن بيركدار TB2 من حيث التصميم المميز. الطيارة مصممة على شكل حرف V مقلوب، والدفع بتاع الطيارة جاي من مروحة بشفرتين بتشتغل من خلال محرك احتراق داخلي موجود جوه جسم الطيارة. أغلب القطع في الطيارة مصنوعة من الكربون فايبر مع شوية قطع من الألمونيوم. الجيل الأحدث منها اسمه بيركدار TB3. الTB3 أقوى وأكتر تقدم من TB2. الTB3 عندها القدرة في الإقلاع والهبوط من مسافة صغيرة، والغرض الرئيسي من صناعة الطيارة TB3 وهي استخدامها على حاملة الطائرات التركية TCG أناضول. السفينة دي تعتبر سفينة هجومية برمائية، وده يخلي TB3 هي نسخة TB2 بس للقوات البحرية التركية. الطيارة طولها بيوصل ل 8 متر و35 سنتي، وارتفاعها 2 متر و60 سنتي، وطول الجناحين 14 متر، والحد الأقصى لحمولتها 1450 كيلو جرام. سرعتها بتوصل ل 300 كيلو متر في الساعة. الطيارة دي بتمتاز بإنها عندها أنظمة استشعار وتصوير عالية، وأنظمة استهداف، وكمان رادار متطور متعدد الأوضاع. صانع الدرونز بيكار هو اللي بيهيمن على الصناعة دي، وهو حالياً بيطور أحدث درون ليه اسمه بيركدار كازل إلما. كازل دي عملت أول رحلة ليها سنة 2022، طولها بيوصل ل 14.6 متر، وطول الجناحين 9.7 متر. المثير في الطيارة دي إن مداها بيوصل 925 كيلو متر، وارتفاع تشغيلي بيوصل ل 10 كيلو متر، وسرعتها القصوى 730 كيلو متر في الساعة. الطيارة دي جاية بتصميم مميز بيخلي الرادار ما يلقطهاش، ده غير أحدث التقنيات في التحكم والمراقبة. الطيارة دي بتستخدم محرك AI 322F. المحرك ده بتنتجه شركة أوكرانية، وعلى الرغم من الحرب إنها لسه بتنتج وتبيع لتركيا. من المتوقع للطيارة دي إنها تشيل أسلحة زي الصواريخ الموجهة وصواريخ الجو وصواريخ كروز اللي تركيا بتنتجها. الطيارات بدون طيارة تركيا ما وقفتش هنا. TAI أكسون غور وطيارة TI أناكا، ودول بتصنعهم شركة تركية تانية، والطيارات دي حصرية للجيش التركي بس، وهي طيارات متقدمة وسريعة وفتاكة. في النهاية تعالى نسأل سؤال وانزل جاوب في التعليقات. هل تعتقد إن تركيا هتكون قادرة على إنها تبقى واحدة من أكبر 3 مطورين ومصدرين درون عسكري في العالم؟ قول لنا في التعليقات. ما تنساش تحط لايك وتعمل شير وتضغط زر الجرس.